كل حياة علشان تبدأ لازم قبلها ما يسمى بمرحلة الشرنقة. ايه مرحلة الشرنقة دي؟ هي في الحقيقة مجموعة من المراحل الانتقالية المتطورة بتوصلنا للنضج، بتاخد وقت صحيح بنكون فيها محدودي الإدراك، بس النتيجة النهائية بتكون رائعة. الفراشة كمثال في مراحل تكوينها بتكون بيضة، يرقة، شرنقة، ثم فراشة. البيضة بتكون فيها هشة وضعيفة وسهلة الدعس. اليرقة بتكون قليلة الخبرة، قليلة الحيلة، قليلة التجربة، مش عارفة قدرات نفسها. الشرنقة بتكون فيها حبيسة لأفكارها السلبية ومعتقداتها الخاطئة وأوهامها. ثم طور الفراشة بكل ما فيه من جمال وحرية وسعة. فخليكي فاكرة إن كل فراشة حلوة كانت قبلها مجرد دودة، واقبلي المراحل دي في نفسك لأنها طبيعية جدا.